Saïd, Kateb Masri, écrivain égyptien. Il va vous parler de ce qui se passe en Égypte. Je préfère parler en arabe parce que je vois les majorités sont égyptiens et nous on ne maîtrise pas tout à fait la langue française. C'est pour ça que je m'excuse que je vais parler en arabe. أهلا بكم الأول إخواتي في الله وفي الوطن. مش عارف يعني حاسس إن أنا مكسوف منكم. مش عارف هل أنا جاي أعزيكم ولا أعزي نفسي. ولا نعزي بعضنا في مصر والحالة اللي وصلت لها مصر. اللي بيحصل حاليا مع إخوتنا في الله والوطن الأقباط مهزلة أو يعني بكل المقاييس. يعني مش هقدر ألاقي كلمات أعبر بيها عن مدى حزني وأسفي للي بيحصل. وهذكركم بس إن الأقباط لو رجعنا للتاريخ شوية هنلاحظ إن الأقباط بيضطهدوا في عصور انحطاط مصر. فمصر دلوقتي بتمر بمرحلة من أكبر مراحل انحطاطها في العصر الحديث. فلو شفنا الاضطهاد اللي هو الديني والمدني اللي واقع عليكم في مصر هنلاحظ ان مصر في مرحله حرجه. والموضوع دلوقتي بيتطلب منا ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض كمسلم ليبرالي علماني. يجب ان احنا نحط ايدينا كمسلم شريف جاي احط ايدي انادي اخوه الاقباط بقول لكم مش كل المسلمين مجرمين. الإسلام هي فئة معينة بتستغل الدين بتوظفه لمآرب سياسية وبتلعب بيه. يعني هم تجار دين زي تجار الشنطة بالظبط، بل هم ألعن زي تجار المخدرات. ليه؟ بيحققوا أرباح طائلة بالمتاجرة بالدين، لأن الناس ده هي بيعملوا غسيل أدمغة للشباب المغرب. بيستغلوا الأزمة الاقتصادية اللي بتمر بيها مصر وبيستغلوا الجوامع لتجنيد الشباب دولا، والشباب جاهل ومجهل. طيب هنسأل سؤال بسيط، هل المصريين هل الأقباط خونة؟ أنا عايز أسأل السؤال ده دلوقتي لكل متخونج لكل إخواني وعايز يرد عليا. عايز أقول له هل التاريخ ثبت لنا في أي حرب من الحروب في أي وقت من الأوقات إن أقباط مصر خانوا الشعب المصري؟ لا. أنا بقول له كراجل قاري للتاريخ الإخوان بل بالعكس التاريخ هيثبت إن الإخوان هم الخونة، هم اللي بيخونوا مصر وبيخونوا تاريخ مصر. مش جاي يعني اتمسح ليكم ان انا اقول ان مصر اصلا قبطيه. فلازم يقول للاخوان المسلمين المكاني ده هو اقروا التاريخ كويس، واقروا قبل ما عمرو بن العاص يجي يفتح مصر كانت مصر قبطيه. فانتوا اصحاب البلد الاصليين واحنا دخلنا في الاسلام. ممكن يكون الدم اللي يجري في عروقي انا كمسلم هو دم قبطي مسلم. موقف جميل جدا قريته لان انا من محب القراءه للقمص سيرجيوس لما كانت مصر تحت الاحتلال الانجليزي وحبوا يستميلوا اقباط مصر ليهم ويعملوا ضد مصر ومصالح مصر. راح القمص سيرجيوس الى الازهر وصعد على المنبر وقال اذا كان الانجليز اتوا ليحموا اقباط مصر فليمت الاقباط وتحيا مصر. تحيا مصر. المخطط الاخواني يا جماعه لازم نكون واعيين له كويس قوي. هو تفريغ مصر. الاقليات هم نواه الحضاره. الاقليات اللي هم المسيحيه او القبطيه واليهوديه هم بيعادوا الاثنين. ليه؟ لان هم ما عندهمش مشروع. لا سمعنا عن طائر النهضه وشجره النهضه وعفاريت النهضه لكن مش شايفين اي حاجه. فهم عندهم افلاس فكري. فده متوقع. ويعني انا في خلال مقالاتي وخلال احاديثي مع اصدقائي اعلم جيدا ان ستحدث مجزره ما زال وستحدث المجزره بين المسلمين والمسلمين بعد ذلك لانهم لابد ان يرحموا. لان كما نقول عقارب الساعه لا تعود الى الوراء. هم اتوا في مرحله مصر في اكبر مراحل ضعفها الان. فإن احنا يجب ان نساند الاخوه الاقباط ويجب ان نعطي في مصر المراه حقوقها. المراه التي يريد الاخوان المسلمين حبسها في المنزل. المرأة التي قالوا أن لها خرجتين من بيت أبيها إلى بيت زوجها ومن بيت زوجها إلى القبر. هذه هي المرأة. المرأة في نظرهم هي وعاء جنسي فقط. المرأة عندهم للذة. المرأة تصلح للفراش ولا تصلح للنقاش. هذه هي المرأة. فإذا نحن يجب أن نضع يدنا في يد بعض مسلمين معتدلين ليبراليين وأقباط
لنعطي للأقباط حقوقهم الدينية والمدنية، ويجب أن نساند المرأة أيضا المسلمة والمرأة القبطية لنيل حقوقها، لنؤسس المجتمع المدني لنستطيع أن نبني مصر الحديثة. المستقبل يريد منا جميعا أن نتكاتف، لا تتركوا مصر، لأنني أسمع أقباط كثيرين في مصر يريدون الخروج من مصر والهروب منها. أنا عائد في آخر الشهر نهائيا إلى مصر للمساعدة في التغيير. قولوا لإخوانكم نحن معكم، وأنا كمسلم وكل المسلمين الشرفاء يمدون لهم يدكم، لستم وحدكم في المعركة، نحن جميعا في خندق واحد لبناء مصر الحديثة. وفقكم الله ورعاكم ونحن معكم.